مشاهدي قناة الرياضية، السلام عليكم وأهلا بكم في عدد جديد من يوميات جائزة الحسن الثاني لتبوريدا التي يحتضنها المركب الملكي لتبوريدا دار سلام هنا في مدينة الرباط. اليوم الثاني شهد إجراء مجموعة من مباريات التبوريدا. أبرز ما ميز هذا اليوم نشاهده في هذا الملخص. وسط حضور جماهيري غفير تجاوب بشكل كبير مع السرب المشاركة، انطلقت فعاليات اليوم الثاني من بطولة المغرب للفروسية التقليدية ضمن جائزة الحسن الثاني لتبوريدا. المنافسة احتدت خلال هذا اليوم، وجميع السرب المشاركة أخرجت كل ما في جعبتها بحثا عن تجميع أكبر عدد من النقاط، سواء في فئة الكبار أو الشبان. كيف كتشوف البارود راكم عارفين كيكون غير مسألة حظ. قدر نهار تكون مزيان، نهار تكون متوسط، نهار تكون كاع ماشي في النهار ديالك، والحمد لله السلامة هي كل شيء. وباقي الوقت فين تقدر تعوض هذا الشيء اللي كيوقع، هذا الخسران ديال البارود، عندك وقت فين تعوض. باقي هاد اليومين ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال الاربعاء والخميس تقدر ترجع للصدارة ديالك فين كنتي. البارح كان صعدنا الحظ في البارود. اليوم ما سخرش الله في البارود، وان شاء الله كنتمناو نديرو شي حاجه منه لقدام. ان شاء الله الايام الاخرى نتمناو ما نعاودوش هذا الخطا باش نديو اللقب. وتتواصل غدا الأربعاء منافسات اليوم الثالث من جائزة الحسن الثاني لتبوريدا، حيث ستدخل السرب المشاركة المرحلة الحاسمة قبل يوم الخميس الذي ستحدد خلاله معالم السرب المغادرة والسرب المتأهلة إلى الدور الثاني. تتواصل منافسات جائزة الحسن الثاني للتبوريدا بمشاركة مجموعة من السربات تمثل كل جهات المملكة المغربية الحبيبة. النموذج اليوم من بورتري عن سربة فرجي الأعرج ممثلة منطقة الجهة الشرقية وبالضبط مدينة توريرت. هذا السربة سنتعرف عليها أكثر من خلال هذا البورتري. امور قديمه الوالدين، احنا هادشي طلبوا فيه والدينا وخلاونا هذا الاثر هذا. والدينا الوالد ديالي مات زاد 1912 صبطوا في هذه المهنه وبقينا على فيها ومازال زايدين فيها حتى يدير الله الخير. طلعنا لدار السلام، ملي جينا على بخير وصلنا على خير، وملي كنخلطوا هنا كنوصلوا للوساق ديالنا كنشوفوه نقيوه نقادوا روسنا، نقادوا الامور ديالنا على حق ما يرام. الصباح كنجيو كنمشيو نغسلو نجيو نفطرو، نعاود نوجدو راسنا نمشيو للخيل ديالنا، كندورو على الخيل اللي مسمر اللي ما مسمرش نسمروه، واللي مغسول نغسلوه ونصاوبوا لهم، نجيو نديرو راسنا نشوفو عاود الماتق ديالنا، نشوفو اللباس ديالنا واش موجود واش ماشي موجود، كنوجدو راسنا ونمشيو نسرجو الخيل ديالنا. ملي كنسرجو الخيل ديالنا كنجيو عاود الركاب عاود كندورو مع الركاب ديالنا، نشوفو اللي مخصوص اللي ما مخصوصش، نصاوبوا الامور على حقها وطريقها. فرصه كنجمعوا هاد الناس اللي هما الاصدقاء والناس اللي مبليين والناس كيطالبونا يلعبوا معنا وفارحين، والمقادم كل واحد كيبغي شي مقدم اللي كيكون زين ديما كيختارعوه، يمشيو يلعبوا معاه يجلسوا معاه ضياف، يجيو الناس من كل جهه، كيجيونا الناس من وجده، يجيو من الرباط، يجيو من سلا، يجيو من الخميسات، يجيو من مراكش، عندنا من الصحراء كيجيو فرحين بهذا الشيء، كيفرحوا عندنا اصدقاء عارفين هذا الشيء. تورا زينه ماشي ما عندهاش شي بديل بها، كاين شي بديل. الموروث هذا خلوه لنا والدينا، راحنا متبعينه
فهمت؟ راه قديم هادشي هذا، راه ما نعقلوش انايا. هادشي راه بكري، فهمت؟ انا راه زيادة ال 61، فهمت؟ ملي كانت عندي 7 سنين صبت با عنده العود. يعني هاد الوراثه هاد الخيل هادي راه قديمه. ايوا بقات من جيل لجيل. ها انت تشوف فين وصلت، راه ما كانتش هاك. العود ديالي ديال المغرب كان عندي عود احسن عود، وهنا في الاذاعه ذكروه، قال العود ماشي ديال فراجي، العود ماشي ديال فراجي، قال لمنو؟ قال ديال المغرب. كاين الجمهور هنا، كاين 14000 اللي كتفرج في ذاك العود، 14000 اللي كتفرج في ذاك العود كتجي لدار السلام. هذه واحد العامين قال اودي العود، ما العود خصنا غير عربار وخصنا العود كذا. هذه بحال اللي العود ما بقاش يلعب وتمحنت. هذا العام باش دخلت ركبت على 10 الخيل، واحد ما جانيش في بلاصه هذاك، واحد ما جانيش في بلاصه هذاك. راني داخل دابا لدار السلام وتالف، وباقي عندي باقي ياكل ويشرب مداوي، وراني ممحن، راني ممحن وشرفت يخليوني تنموت ناويه. هني راه عندكم الجمهور ديالكم، ما تنخلعوش، الجمهور راه كاين، الجمهور راه كاين. هني خليوني ندير انا شويه المكالمه للجمهور، انتم زكيو روسكم. بسم الله، هني دخل خرج فلان فلان، خليوني نسميكم بالواحد، سيري واحد نسميه من راس للراس باش تعرفوني ما مخلوعش. راني مخلوع دابا، ولكن دخل المحرك راه واحد اخر معاك، واحد اخر. الخلعه راه ما كايناش عندي فيها، كي ندخل نسميك انت بالسميه ديالك انت وانت 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 وانت، باش تعرفني من اللي راه معاك مقدم ديال بصح، ونطلبوا السلامه. جمعوا راسكم، ضربوا البارود، ضربوا البارود، شدوا المكاحل، شدوا المكاحل، صنطوا الاب. الفقيه كيقول الله اكبر، كتصنت له باش تدخل الجامع. هكا كنسمي لك بسم الله كذا. المكاحل فين غاديين؟ كاحل رفدوا اب ماشي يشد العود، صنطوا الاب. الا ما كانتش اب يخرج شي واحد جامي اللي هو زعيم يطلع مقدم، ونسلم له ونركب حداه ونضرب البارود معاك ونسلط لك على اب. وسمعتوا ولا ما سمعتوش؟ والله يرضي عليكم. اللي الارض عليك دخل عود، اللي دخل عود الارض، اللي دخل عود الارض عليك. تعال هاي شد تعال ودو هذا احد كلب عليه ما واحد المغازات طويله. ونحن نواصل مجريات اليوم الثاني من جائزة الحسن الثاني تبوريدا بطولة المغرب فنون الفروسية التقليدية، والتي تنظم من 5 إلى 11 من يونيو 2023. ودائما في فقرة تحليل يحضر معي سيد والفارس محمد السهلي رئيس فيدرالية تبوريدا لجهة الرباط سلا القنيطرة. سي محمد أهلا بك. اهلا بك استاذ. سي محمد، اليوم الثاني من جائزة الحسن الثاني لتبوريدا، أجواء جميلة، شاهدنا يعني بعض المباريات اللي تميزت فيها السربات بتناغم ويعني وطلقات متوازية. يعني هناك كيف تكلمنا البارح أنه اليوم الخميس بدأت تظهر لنا بوادر السربات اللي تنافس على اللقب، لكن ربما المنافسة بدأت مبكرا هذا الموسم. بعد الاستئناس ديال الصرب
بالمحرك وبالحضور الجماهيري الكثيف. اليوم كنشوفوا واحد الحركيه جميله من خلال المقدمين والفرسان، تقديم لوحات اروع ولا اجمل من خلال الطلقات، من خلال الحضور والخصوصيه ديال كل صربه على حده. اليوم كان يوم متميز لبعض الفروق اللي البارح كانت اسفل التنقيط، اليوم راها الدرجات في التنقيط ديالها. كذلك بعض الصرب اللي كانوا البارح يعني في الاوج ديال التنقيط ديالهم اليوم راهم ثانويين، وهذا هو علاش هضرنا البارح وقلنا بان دائما اليوم الاول والثاني والثالث كيكونوا من خلال المباريات كيكونوا غير استرساليين، فيهم الثقه فيهم التجربه. ابتداء من يوم الخميس كتكون القوه، كتكون كما كنقولوا حنا ميه الخيل، كيسخن الطرح وكيولي البارود كيقول الكلمه ديالو. فكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. اكيد احنا ما نسبقوش الاحداث، كيف تكلمنا ان الخميس يوم الخميس ستظهر بوادر يعني السربات اللي سوف تنافس بشده على لقب بطوله المغرب في جائزه الحسن الثاني تبوريده. حنا كنتكلموا على مجموعه من السربات تتواجد في هذه النسخه 22 من جائزه الحسن الثاني تبوريده، مجموعه من الجهات الممثله من المملكه المغربيه الحبيبه. ربما سي محمد بصفتك فارس ورئيس فيدراليه تبوريده لجهه الرباط سلا القنيطره، تعرفنا يعني من خصائص ومميزات بعض يعني السربات اللي ممثلين جهات المملكه المغربيه. الحمد لله هذا العام كاين تمثيليات ديال مجموعه ديال الصرب او مجموعه ديال الجهات بالخصوصيات ديالهم بالطبع ديالهم. ومن اهم هذه الصربات غادي نعطيك مثلا صربات بن دحان صربات الحسناوي عفوا ممثل جهه الشرق، باللباس الاصيلي ديال المنطقه ديالو، بالثقافه والاكل ديال المنطقه ديالو، باللباس حتى بالسروج ديال المنطقه ديالو. وهذا تيتجسد لما كنروحوا للخيمه ديالو. كيوثق المدرسه اللي كينتمي ليها وهي مدرسه الحيانيه، كنشوفوها حيه داخل المحرك، وهو كيرسم واحد الصوره جميله من خلال الثقافه ديال المدرسه اللي كينتمي ليها داخل المحرك. هذا نموذج حي الغنى الثقافي ديال الجهات ال 12 المغرب الحبيب، وهذا هو التثمين الحقيقي للفروسيه التقليديه على المستوى ديال الجائزه جائزه المغفور له الحسن الثاني دار السلام. اكيد احنا لمسنا يعني بالملموس وعشنا كيف تحضر السربات اليوم الموعود او المراحل النهائيه. عشنا مع سربه ممثله عن منطقه الشرق اللي هي السربه ممثله عن مدينه تاوريرت، عشنا معهم اليوم ديالهم وشاهدنا في هذا يعني في البورتري قبل فقره التحليل. الأكيد أنه هناك مسائل يجب الاعتماد عليها من أجل دخول هذه المراحل، من أجل عدم الوقوع في الخطأ، وبالتالي وصول إلى الهدف لكل السربات اللي داخلين هذه الجائزة هو الهدف ديالهم هو التتويج ببطولة المغرب. أكيد. فلما كنشوفوا مقدم حاضر في النهائيات فهو عمل كبير على مدار السنه. هو عمل ما بين مقدم المجموعه ديالو باش انهم يشوفوا احسن الخيول اللي كاينين في المنطقه، احسن الفرسان، اجود عفوا الخيول، احسن المقدمين، احسن الفرسان اللي كينتموا للمنطقه، كيقلبوا على احسن هندام، كيشوفوا نقاط الضعف ديالهم من خلال التدريب وكيشتغلوا عليها وكيخدموا عليها باش كيعطيونا المستوى اللي كنشوفوه اليوم. كذلك كيستعنوا بمجموعه ديال المقدمين اللي على مستوى المنطقه ديالهم اللي كيكونوا كحكام موازيين لذاك الحكام ديالنا باش كيشوفوا المزايا وكيشوفوا الاخطاء باش كيصلحوها. هذا اللي كيعطينا ديك الماده الخام اللي كنشوفوا اليوم ديال العمل المتقون والعمل الجميل والعمل الافقي اللي كنشوفوه اليوم داخل المحارك. اكيد ما نتكلموا على الموروث الثقافي المغربي اللي الغني بمجموعه من الاشياء، المثال تبوريده، ملح الطعام، اي تظاهره رياضيه، حضور الجمهور. وحنا كنشاهدوا الاجواء رائعه هنا في دار السلام بحضور مكثف للجماهير المغربيه اللي عودتنا في شتى المجالات في الرياضات متعدده. اليوم كنشاهدوها في الفروسيه وتبوريده يعني حاضره بكثافه لمشاهده هذه الصور وهذه اللوحات الجميله التي ترسمها هذه السربات. الجميل والخصوصيه ديال الجمهور ديال تبوريده هي خصوصيه عائليه 100%. اليوم الجمهور هو حاضر بكثافه، وهو كيكون حوار ما بين الحفيد والجد
يعني من خلال الحضور ديالو للمباراه اللي كتكون فيها واحد الغناء ثقافي للفئات الصغرى. اليوم كنشوفوا ذاك الحوار يبدا بداك العود الدهم او ذاك العود البرقي ديال الاب ولا ديال الجد ديال فلان، وكيبدا ذاك اللغه اللي كتكون ما بين الجد والابن ديالو، باش كيكون لي عندنا ذاك الغناء الثقافي ديال التراث عند الفئات الصغرى واللي هي غتحمل المشعل ان شاء الله في الايام القادمه. الجمهور هو جمهور استثنائي ديال الفروسيه التقليديه، كتلقى الاب والام والاحفاد والابناء، كتلقى ذاك الروح وذاك الحب ديال الفروسيه التقليديه طاغي في جميع الحوارات. ولكن الاهم والمهم هو ان الجمهور ديال الفروسيه التقليديه هو حكم موازي الحكام اللي كيحضروا معنا، وهو حكم الطريقه، والطريقه هي المدرسه او هي الميزه او الخصوصيه ديال المنطقه اللي كينتميوا ليها. اي واحد سولتيه اليوم في الجمهور غادي يقول لك الطريقه اللي كاينه ديال اي جهه، غادي يقول لك واش صحيحه واش غلطه، غيقول لك احسن مقدم، ويعطيك تقريبا النتائج التقريبيه ديال المباريات على حده، كل مباراه على حده وكل مقدم والامكانيات ديالو. هذا من خلال الجمهور العاشق والمحب اللي كنقولوا حنا روح بلا جسد فاش كيحضر مباراه ديال التبريد الوطني. الجمهور اللي حاضر في هذا يعني جائزه الحسن الثاني تبوريده، مصطلحات تقنيه حنا كاعلاميين كذلك عرفناها. تكلمنا البارح على البارود البارد بمناسبه اليوم الافتتاحي وخروج السربات للتعريف عن نفسها. كذلك في المباريات كنشوفوا يعني ما يسمى بالهده، يعني القاء التحيه بالنسبه للسربات، من بعد عاد كتكون المنافسه واطلاق البارود، كلها يعني اشياء ومصطلحات تقنيه جميله اللي كتغني الموروث الثقافي اللي بالنسبه للتبوريده. صحيح، هو الاسلوب ديال التبوريده مبني على مجموعه من المراحل، وهي كانت في تاريخ ما كانت هي حركات حربيه 100%. اليوم تطورات واصبحت كتعطينا الفرجه وكتعطينا الاستمتاع بحركات وبتقنيات او بلوحات كيرسموها الفرسان بالاتقان ديالهم، المدرسه اللي كينتميوا لها او الطريقه اللي كينتميوا لها، وهذا اللي كيعطينا ديك النغمه ديال المقدم ديال الصربه او اللي كتسمى لانيماسيون اللي كيعتمدوا عليها الحكام كذلك في التنقيط، كتعطينا الهده والجوده والحضور ديال المقدم والفرسان اللي معاه، كتعطينا التشويره والخيل المزروبه ديال الاتفاق او ديال الارتزان ديال المقدم والصربه اللي معاه، كتعطينا الهزه والحطه ديال الحركه اللي كنسموها حنا الحركه مال الخيل ديال الفرسان، مدى انضباطهم مع الصوت ديال المقدم، مدى اتقانهم الطريقه اللي كينتميوا لها. وكذلك تيجينا في الاخير اللي هي طلقه البارود، وهذه كنقولوا حنا مال الخيل هي على الله، لان البارود كما كنقولوا هو سم او لا هو دمه كحل او لا وجهه كحل، فكيبقى على الله، فكدار المجهود كامل ولكن الدقه كتبقى على الله. مع التدريب كتعطينا واحد 80% ولكن كتبقى في الاخير دقه البارود على الله عز وجل. اكيد كل شيء على الله سبحانه وتعالى. والجميل انهم بهذه المصطلحات وهذه اللوحات اللي كترسمها السربات اللي حاضره في جائزه الحسن الثاني للتبوريده بطوله المغرب، فالى جانب الطابع الرياضي فهناك جانب يعني طابع السياحي لما تزخر به مملكتنا المغربية الحبيبة. شكرا لك سي محمد السهالي رئيس فيدرالية التبوريده لجهة الرباط سلا القنيطرة على كل هذه التوضيحات. لنا لقاء غدا في يوميات جديدة من جائزة الحسن الثاني تبوريده بطولة المغرب فنون الفروسية التقليدية التي انطلقت من الخامس وستتواصل إلى 11 من يونيو 2023. لكم تحيات كل طاقم يومية جائزة الحسن الثاني التبوريده، إلى اللقاء.